أم ضياء الدين تسأل تقول: ما حكم طلاء الأظافر وهل يبطل الصلاة؟ طلاء الأظافر لا يبطل الصلاة. وقتا يبطل الصلاة؟ إذا توضيتي فوقه. أما ما توضات، هاي توضات ومن بعد دار طلاء الأظافر، صلاتها صحيحة ماهيش باطلة. متى تكون الصلاة باطلة؟ إذا درتي طلاء الأظافر ورحتي توضيتي فوقه وهو مانع من وصول الماء، هنا الوضوء تاعك باطل. ولما كان الوضوء تاعك باطل كانت صلاتك باطلة. ولا يجوز للمرأة أن تتزين إلا لزوجها. أكو تسمعوا يا أصحاب طلاء الأظافر؟ حرام عليكم. راني نشوف عجايز يا عبد ربي، عجوزة طبطبت، ما بقى من نهارها نهار، ما بقى لها غير ما يسخن، وزعما دير طالع اظافر وخارجه. ومن بعد وحده جات عندي هكذا صبعتها: يا شيخ ادعي لنا. قلت لها: ندعي لك تنحي هذا طلاء الاظافر، لان الوضوء تاعك باطل. ولما يكون الوضوء باطل صلاتك باطله. فهمتوها؟ كي ولاو عجايز لابسين الفيزو وداير الحماير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بكري كان الناس يفتنون غير من طرف الطفلة الصغيرة، البكر صغيرة، شابة صغيرة، العلماء يقولوا هذه تفتن. دوك ولاو كاع حتى العجايز يفتنوا. عجوزة ما بقى منها غير ما يحمي ودايرة في روحها، يعني مصيبة كبيرة. الله يهديها وتفاتها كحولة. الله يهديكم ويتوب عليكم. وراهم الحجات المنورات، وراهم أمهاتنا وجداتنا اللي نعرفوهم، يا دايرة الفولارة ما شاء الله ومنورة غير بالوضوء، غير بالوضوء، وجهها نور على نور. تشوفوا وجهها تقول لهم الله يبارك، حاجة بيت ربي طايعة ربي. دوك لا عجوزة وتدخل على 12 تاع الليل، ومن بعد لو كان يهدر الشيخ يبات في دار الشيخوخة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما لا أم ضياء، طلاء الأظافر إذا درتيه ومن بعد توضيتي فوقه الوضوء تاعك باطل وصلاتك باطلة.